السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في قناة ام عمر في المطبخ. ان شاء الله النهاردة هعمل معاكم عيش الطاسة، سهل وبسيط جدا بمكونين 2. هيطلع معاكي احلى عيش من اول رغيف لاخر رغيف. بس تابع الفيديو للاخر وما تنسيش تحط اللايك. شوف العيش وجماله. من نص كيلو دقيق عملت 15 رغيف. ليه بقى تروحي تشتريه من بره وانتي تقدري تعمليه في البيت؟ سهل وبسيط وبكل سهولة ان شاء الله هيطلع ناجح معاكي من اول مرة. شوف الله اكبر عليه، من اول رغيف لاخر رغيف طالع قابب معايا ومنفوخ اهو، وريحته وطعمه حاجة كده جميلة جدا. يلا نسمي بالله ونخش على المقادير. معايا هنا بولة فاضية، كيس خميرة او معلقة خميرة كبيرة، معلقة كبيرة من السكر، نص كيلو دقيق متعدد الاستخدامات، كوباية ونص مية من الحنفية، لو في الشتاء هتكون مية دافية. في اول العجين كده هحط نص كوباية مية. هنعمل هنختبر الخميرة بتاعتنا، هنربي خميرة للعيش. حطيت نص كوباية مية وكيس الخميرة ومعلقة السكر. هنقلب كده ونشوف الخميرة بتاعتنا نشطة ولا لا. بمجرد ان انت تلاقي الخميرة عملت فقاقيع كده وريم على الوش، تعرفي ان الخميرة بتاعتك دي نشطة وتشتغلي فيها على طول. احنا بس هنحط عليها حوالي 3 معالق من الدقيق، وهنقلبهم كويس لغاية ما يبقاش فيها اي تكتلات خالص، تبقى عجينة سايلة معاكي كده، تبقى زي عجينة الكريب. نقلبها كويس وبعد كده نغطيها ونسيبها من 10 لربع ساعة، 10 دقايق لربع ساعة لغاية ما تخمر معاكي وتنشط. هنا بعد 10 دقايق لقيتها ما شاء الله عملت فوم معايا وبقت جميلة جدا كده. خلاص هي جاهزة للعجين. شوفوا جمالها وحلاوتها، هي كده خلاص بقت جاهزة معايا والخميرة كويسة. هنا ده اول سر من اسرار الخبيز، انك تحطي معلقة صغيرة من الخل، ده محسن للخبز. وحطيت على طرف المعلقة بس كده اقل من ربع معلقة بيكنج باودر، وحطيت معلقة صغيرة من الملح، ونقلبهم كويس لغاية ما الملح يدوب. هزود بس شوية مية علشان يدوب الملح معايا. نقلبهم كويس وبعد كده ننزل بالدقيق ونعجن بقى في الاول خدنا نص كوباية مية وحوالي ربع كوباية من الكوباية التانية. نقلب بس بصوابعنا كده، وبعد كده هننزل بالمية بالتدريج. ما تنزليش بالمية مرة واحدة علشان العجين ما يسيحش منك ويبقى كله مية وطري خالص، وتضطر ان انت تزودي دقيق تاني. فننزل بالمية كده واحدة واحدة، ونعجن الاول بطراطيف صوابعنا لغاية ما نتوه الدقيق في المية زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده هسلك ايديا من العجين، هحوش العجين من ايديا خالص. نضفي الطبق قدامك، وبعد كده ننضف ايديا من العجين ونسيبها حوالي دقيقتين بس وبعد كده نغسل ايدي وارجع لها تاني ونشتغل فيها. اهو ما شاء الله عجنت فيها. بعد ما سبتها تريح دقيقتين رجعت اعجن فيها. شوفوا العجينة ما شاء الله طرية معاكي، بس مش طرية زيادة عن اللازم عشان ما تسيحش منك وتعرفي تعمليها، تعرفي تفرديها بالنشابة بعد كده. انا خدت هنا كوباية ونص من المية، وبيختلف من نوع دقيق للتاني، يعني ممكن معاكي ياخد كوباية وربع، كوباية وتلت، فانتي انزلي بحذر بالمية في الاخر. هنا ما شاء الله سبتها قعدت معايا حوالي تلت ساعة بس، علشان الخميرة اللي انا عملتها لها في الاول فبتخلي العجين يختمر معاكي بسرعة. هنا لقيت العجينة بتلزق في صوابعي حاجات بسيطة، فحطيت صوابعي كده في الدقيق وبعد كده اقطع بيها. نكورها كده. اعملي الرغيف قد البيضة مثلا الكبيرة دي، اعملي يعني حاولي تخلي الحجم كله حجم واحد،
حتى لو هتوزنيها على الميزان. يبقى خلي الحجم الرغيف كل واحد معاكي. ويا ريت بقى لو وصلتي معايا في الفيديو لغايه هنا ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس وتدوسوا على كلمه الكل عشان يوصل لكم كل جديد باذن الله. هنا رشيت رشه خفيفه من الدقيق كده على المفرش او على الرخامه قدامك علشان العجينه ما تلزقش فيها. ولازم بقى نغطيها نغطيها حوالي 10 دقايق تخمر معاكي شويه تاني. احنا في الاول ما فشناش الخمر بتاع العجين، العيش ما بتفشش الخمر بتاعه، بتقرصيه وهو خمران كده. نيجي بقى نحط رشة دقيق قدامنا ونجيب اول رغيف قطعناه. شوفوا ما شاء الله هتلاقيه بيتفرد معاكي بكل سهولة. وانتي بتفردي بيه بالنشابة ما تضغطيش جامد عليه بالنشابة، يعني انتي بمجرد ان انتي تمشي عليه النشابة بس كده هتلاقيه بيفرد لوحده. ودوري الرغيف قدامك علشان يطلع مدور كله كده، ما يبقاش طويل ولا يبقى طالع من جنب وداخل من الجنب التاني، لا. دوري الرغيف وقلبي الرغيف قدامك علشان يبقى كله واخد شكل بيضاوي كده. انا هنا فردته ما شاء الله عليه، وده سمكه، يعني سمكه ده كويس جدا. انا بحطه قريبة على صينية فرش عليها فوطة او ملاية وغطيه على طول. الرغيف اللي تعمليه غطيه على طول. انا عقبال ما خلصت الكمية اللي قدامي دي رحت بدأت في اول رغيف على طول، يعني عقبال انت ما بتخلصي بيكون اول رغيف اختمر معاكي. لو حد بيعمل معاكي، يعني لو حد بيفرد معاكي في العيش كده، لا سيبيه حوالي ربع ساعة يخمر معاكي ويرتاح. هنا تاني رغيف ده عملته معاكم اهو ما شاء الله عليه. بوريكم اهو على الصينية ان انا بحطه كده ورايا. هنا بقى بعد ما خلصت الكمية كلها دول برضو هغطيهم، اللي على المفرش دول هغطيهم عقبال ما اعمل اللي على الصينية قدامي دول اهو. بقول لكم انا غطيتهم اهو عقبال بس ما اسخن الطاسة معايا. انا جبت هنا صينية ألمونيا، عندك طاسة تيفال اعملي فيها، ألمونيا اعملي فيها. اول حاجة بعلي النار اسخن الصينية بس، وبعد كده بهدي النار عليها. انا الصينية معايا كبيرة فشالت معايا 3 رغيف. 30 ثانية بس على الجنب ده و30 ثانية على الجنب التاني. قلبي فيه حوالي 3-4 مرات كده علشان يطلعوا الجنبين سمك واحد، ما يطلعش جنب تخين وجنب رقيق. هتلاقي العيش بينفخ معاكي وجميل جدا. هنا الله اكبر عليه بدأ ينفخ معايا اهو. اللي على الشمال ده اتخرم مني وانا بقلبه، فجنب اتنفخ وجنب لا. انت لو لقيتي الرغيف سليم معاكي بس نفخ من جنب واحد، اضغطي عليه ضغطة بسيطة كده من الجنب اللي هو الجنب المنفوخ، هتلاقي الجنب التاني يتنفخ زيه، يعني ضخ الهواء في الجنب التاني. شوفوا بسم الله ما شاء الله عليه. وده العيش بتاعنا اهو بعد ما خبزناه وخلصناه، جميل جدا. بتطلعيه برضو على حاجة قماشة جنبيكي كده تكون نظيفة، يبرد وغطيه على طول. وبعد ما يهدى معاكي خالص، لو عاملة كمية كيلو 2 كيلو عايزة تشيليه، اول ما يبرد حطيه في اكياس وفي الفريزر على طول. بعد كده تطلعيه تسخنيه هيبقى زي الفل ويبقى كأنك لسه خبزاه طازة. سهل وبسيط جدا، وما تقوليش ان انا مش هعرف اعمله، لا جربي في نص كيلو. العيش من اول رغيف لاخر رغيف الله اكبر عليه، قابب معايا ومنفوخ وجميل جدا، ده غير طعمه وحلاوته. ويا رب ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد.